السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا برايم 6. النهاردة معادنا مع الشابتر الجديد والكونسبت التاني من الترم التاني اللي هو كونسبت 3.2 وهناخد heat and weather changes. يلا بينا نشتغل مع أول درس. الكلمات دي طبعا أنا منزلها في فيديو لوحده ناطق فيها وقايل لك على كل النطق بتاعت والبرونسيشن بتاعت الكلمات دي. لو احتجت ان انت تسمع نطق الكلمات دي ارجع للفيديو بتاع كل الكلمات الصعبة. يلا مع بعض مع lesson 1. What are the causes? causes يعني اسباب. causes يعني ايه؟ اسباب that lead to تؤدي إلى this change in weather. إيه الأسباب اللي بتخلي الويذر يتغير؟ The density of cold and dry air is more than that of hot and humid air. عارفين إن الدنسيتي بتاعت الهواء البارد والجاف هي أكبر من الهواء السخن واللي مليان بخار مية. When a part of air is heated by the sun, it becomes hot and humid. لما جزء من الهواء يتسخن بيبقى سخن وهيوميد. وهيوميد معناها رطب يعني مليان بخار مية. When the hot and humid air meet cold and dry air, the hot air rises. لما الهواء البارد ده cold air هيروح لمنطقة اسمها hot air. ده سخن وده الكولد اير رايح له على طول. الهوت اير ماله هيطلع لفوق وينزل مكانه الكولد اير. ده اللي بيقصده من الايه السنتنس دي. As the hot air rises كل ما الهوت اير يطلع it becomes colder بيبقى أبرد عشان الجو فوق برد. And this coldness causes water vapor in hot air to condense. يبقى الهواء السخن اللي مليان بخار مية أول ما يجي عليه هواء ساقع الهواء السخن اوريدي بيطلع لفوق وشايل بخار المية وينزل مكانه الهواء الساقع. جميل. لما يطلع فوق هيلاقي الدنيا برد. فلما يلاقي الدنيا برد البخار المية اللي فيه هيحصل له كوندنسز وبعد كده ينزل مطره. الكلام ده احنا قلناه وعارفينه. تمام. How does meteorologist يعني عالم الأرصاد predict يعني يتنبأ. كلمة يتنبأ يعني يعرف المستقبل، يعرف ايه اللي جاي بعد كده. محدش بيعرف المستقبل غير ربنا، لكن احنا عندنا شواهد بتتكرر كل سنة. في شواهد في حقائق بتتم فبناء عليه بعرف. يعني الهواء السخن اللي مليان بخار ميه لو طلع لفوق هينزل مطره. ايه ده انت عرفت منين؟ ما ده خلاص بقت حقيقه احنا عارفينها ودرسينها اكتر من مره. فبيتنبأ what the weather will be. يبقى احنا من الشواهد اللي عندنا نقدر نعرف بكره ممكن يحصل مطره، يحصل رياح، يحصل. ده اسمه تنبؤ. تمام. scientist who studies وبيتكلم على الميتيورولوجيست اللي عالم الأرصاد. scientists who studies the atmosphere to understand Earth's surface أو Earth's weather. هو العالم اللي بيدرس الكلايمت وبيدرس الاتموسفير عشان يفهم الويذر اللي هو الطقس. ده هيفهم الويذر ليه؟ انتوا ما تعرفوش ان الويذر بيأثر في حياة الناس؟ ان المناخ سواء كان حر او برد، رياح او مطره، الناس كلها بتعتمد على البريدكشن بتاع الميتيورولوجيست تنبؤاتها عشان تحضر نفسها قبلها بيومين 3. يعني الجو لو مليان تراب وانت مسافر لا عندك حلين، يا هدي السرعه وانا مسافر يا ما سافرش واجلها. ليه؟ عشان هيحصل حوادث.
وهكذا. خد عندك بقى شواهد كتيرة انت ممكن تعملها. طيب they use some instrument يعني أجهزة، بيستخدموا ايه؟ أجهزة to collect عشان يجمعوا data and study the changes of weather، بيجمعوا data عشان يدرسوا التغيرات في الويذر. ايه بقى الأجهزة اللي عندهم؟ هنعرفها إن شاء الله فيما بعد. فادانا تايتل جديد اسمه فارمينج ديزرت. هي الديزرت اتكونت ازاي يا رجالة؟ الديزرت اتكونت لما الهواء الجاف عدى عليها، جف في كل بخار المية اللي في الأرض دي، فمنع نزول المطر، فبقت جافة، فبقت ديزرت. طيب الديزرت دي قد ايه؟ قال لك ديزرت receive about 250 ملم of rain per year، يعني بير يعني كل سنة بتستقبل قد ايه؟ 250 ملي. طب وده ايه؟ قليل جدا. And this represents the least amount of rain compared to all other biomes. أقل حاجة ممكن تستقبلها الصحراء من المطر بالنسبة لأي بايوم. بايوم معناه منطقة إيه؟ منطقة حيوية، والصحراء تعتبر منطقة حيوية زي أي مناطق، زي الفورستس، زي الجراس لاند، زي الويت لاند، زي الأوشن، كل دي اسمها بايومز، مناطق حيوية. It has extreme hot and dry climate. عنده hot ودراي climate، مناخ hot ودراي of desert that makes farming difficult. عنده مناخ حر جدا وجاف جدا بيخلي الزراعة farming معناها زراعة. الزراعة مالها difficult صعبة. Farmers face challenge. الفارمر المزارعين بيواجهوا تحدي. challenge معناها ايه؟ تحدي. ايه التحدي ده؟ in farming desert because more water evaporates. كمية المية اللي بتستخدم سواء للزراعة أو أي حاجة بتتبخر بسرعة جدا. then that falls by precipitation. المية بتتبخر أسرع وأكتر من كمية المطر اللي نازلة، فمفيش مطر، ففي تحدي كبير. ازاي انا ازرع هناك؟ طيب احسن ازاي؟ improving يعني تحسين the soil of desert. احسنها ازاي؟ قال لك they improve the soil quality، بيحسنوا السويل quality. they plant crops that are able to grow in hot climate and low fertility. بيزرعوا نباتات تقدر تقوم وتنمو في هوت كلايمت، في مناخ حار، وكمان في لو فيرتيليتي. ايه ده؟ طب وانت عندك بلانت بيتزرع في مكان حر والسويل بتاعته ما فيهاش مواد غذائيه، لو فيرتيليتي، خصوبتها قليله. ايوه في زي البطاطس. البطاطس بتتزرع في الصحراء عادي، مش محتاجه هي هاي فيرتيل سويل او ماشي، عايزه حر كمان. فعشان كده في بعض البلانت زي التين الشوكي بيتزرع في الصحراء عادي، مش محتاج ميه كتير. وبناء عليه بنختار احنا كفارمر كمزارعين، بنختار نباتات تقدر تطلع في البيئه دي. They use new ways to irrigate crops. بيستخدموا طرق جديده للري، ري بالتنقيط، ري بالرش، ري بحيث ان هو ما يهدرش ميه. such as reusing water، وكمان اعادة استخدام الميه. طب ليه اعادة استخدام الميه؟ علشان ما فيش ميه اصلا، فاقل كمية ميه انا محتاجها. فايه المشكلة لو انا الميه استخدمتها واقدر اعيد استخدامها تاني؟ ايه المشكلة؟ they use wind and sun to power يعني يشغل مين؟ their farms، يشغل المزارع بتاعتهم in desert with wind turbine، اللي هو التوربينات الويند اللي هو طواحين الهواء، or solar energy، وكمان السولار بانلز والسولار سيلز اللي هي الخلايا الشمسية عشان تديهم كهرباء. في عندنا حاجة اسمها ايه؟ mountain effect and rain shadow phenomena. يعني ايه rain shadow phenomena؟ ظاهرة ظل المطر. ما هي ظاهرة ظل المطر؟ تعالوا نشرح واحدة واحدة كده. الجزء ده من
ماونتن مواجه للسي، للبحر. الهواء جاي له بقى، ده بيسموه ويت سايد، الفيس اوف ذا كوست، ده الجانب الويت اللي مليان ميه. when warm air faces this side، الهواء السخن هيجي ناحيه الجبل. بس احنا متفقين ان الهواء السخن بيبقى مليان بخار ميه، الهواء السخن بيبقى ايه؟ مليان بخار ميه. فلما يواجه الجبل هو سخن، ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لفوق. فلما يطلع لفوق الهواء هيلاقي فوق برودة، الجو برد، فبخار المية اللي هيبقى فيه هيعمل لي كلاودز، ادي كلاودز، ويعمل كلاودز كبيرة. فلما يعمل كلاودز المطرة هتنزل، فيقوم منزل مطر. يبقى معنى كده ان الصيد اللي مواجه للبحر بينزل عليه مطرة كتيرة، بسبب ان الهواء السخن اللي كان مليان بخار ميه راح عند الصيد بتاع الجبل، جانب الجبل ده، وابتدى يرتفع. طب ليه بترتفع يا عم الحاج؟ عشان انا سخن ومليان بخار ميه. فلما ارتفعت لقيت ايه فوق؟ لقيت الجو برد. فبقى بقى البخار الميه اللي موجود في الهواء السخن اللي طلع فوق بقى ميه عاديه وكون سحاب. طب ليه كون سحاب؟ عشان الجو برد فوق. فلما تكونت السحاب نزل المطر. طيب لسه الهواء فوق ماله بقى؟ الهواء فوق الهواء فوق ماله بقى؟ بقى بارد، بس اللي ده مش باين، صح؟ نختار ده. الهواء فوق بقى بارد من غير بخار ميه. ليه؟ عشان بخار الميه حصل له كوندنسز ونزل في شكل مطره، فالهواء كمل للناحيه دي. الهواء كمل طريقه للناحيه دي كده وعدى الجبل. طيب بعد ما عدى الجبل بقى ايه؟ بقى هواء بارد. الهواء البارد ايه اللي هيحصل له؟ هينزل تاني. مش هو بقى بارد، بقى الدنس بتاعته مالها؟ عالية، فهينزل من ناحية الجبل من الناحية دي. بس وهو نازل ايه اللي حصل؟ نازل من غير بخار ميه، يعني جاف. يبقى الهواء اللي نازل من الناحية دي هو نازل جاف. طب نزلت ليه جاف يا عم الحاج؟ ما انا سبت انا بخار الميه بتاعي هناك في الناحية التانية، ولما كملت بالبرودة اللي انا فيها بقيت تقيل، فمضطر ان انا انزل. طب وانا بنزل انا نازل وانا جاف، ما معيش بخار ميه، فما فيش مطره من الناحيه التانية. The air descend and become warm، هينزل يبقى سخن، وهو نازل هيسخن. So this air dries the land of this side. الهواء السخن، الهواء الساقع اللي نزل هيسخن، فلما يسخن وهو نازل اصلا من غير بخار ميه هيجف في الناحيه التانية. يبقى اصبح الجبل هو الجبل جزء منه مبلول ومليان مطره، والجزء التاني جف تماما. ليه يا عم الحاج انت جف؟ عشان الهواء اللي جالي من البحر ساب ميته في الناحيه اللي مواجهه للبحر. طب والناحيه التانية الهواء نزل لي جاف،
ونزل لما كان بارد فنزل، فلما نزل سخن من تحت، سخن ومن غير بخار ميه فنزل جاف، فالجزء ده هيبقى من غير ولا نقطة ميه، ساعتها بنسميه دراي سايد. ده بيسموها شادو فينومينا، رين شادو فينومينا. اسمها ايه؟ رين شادو فينومينا، ظل المطر، مطر والظل بتاعه. انا عندي مطر والظل الناحية التانية جاف ما فيهوش اي حاجة. تمام؟ حلو. changes in atmosphere، تغيرات في الاتموسفير. تمام. the properties of atmosphere at the top and the bottom. يعني انا عندي جبل فوق هنا غير تحت. طب انا عندي اهو، ادي الجبل اهو فوق، هتلاقي البريشر قليل والتمبريتشر قليله والاير دنسيتي قليله. ليه كثافه الهواء قليله فوق في الجبل؟ بيقول لك تعالى نعمل حاجه كده حلوه، نمسح كل ده. لا تاني من الاول، انا هاخد سيكشن من الهواء وهقول لك بقى ادي الهواء تحت كثافته كبيره قوي، يبتدي بقى تقل كثافته، يعني كميته هتبتدي تقل طول ما انا فوق. لو انا بصيت على مقطع من الهواء كده، من الاتموسفير، هلاقي ان معظم الهواء مشدود لتحت ناحيه سطح الارض بسبب فعل الجرافيتي. فانا طالع لفوق، البريشر اللي هو ضغط الهواء ماله هيقل. ليه هتقل يا حلاوه؟ عشان كميته فوق قليله. يبقى انا فوق عند الجبل من فوق كميه الهواء قليله، فعشان كده ضغط الهواء عليك قليل. حتى كمان لو طلعت فوق جبل بتلاقي كميه الاكسجين بتبقى قليله، لو انت تعبان ممكن تتخنق ويحصل لك حاجه. فضغط الهواء فوق ماله اقل عشان كميه الهواء فوق اقل. بس هنا درجه الحراره بتبقى برضو اقل، بتبقى كولد. يبقى احنا قلنا البريشر اقل والتمبريتشر اقل، وكمان الدنسيتي كثافه الهواء فوق بتبقى قليله. طب انزل تحت. طب في البوتوم تحت هنا في الحته دي الدنسيتي بتبقى عاليه والضغط بيبقى عالي. طب ودرجه الحراره بتبقى عاليه. اهو at the bottom of mountain the atmospheric pressure high, the air temperature high, the air density برضو high. يبقى هنا فوق في اعلى الجبل في التوب اوف ماونتن التمبريتشر قليله والبريشر قليل والدنسيتي قليله. اما تحت اتموسفيريك بريشر هاي والدنسيتي هاي والتمبريتشر هاي. الميتيورولوجيست يا رجاله اللي هم علماء الارصاد لما بيدرسوا الحاجات دي بيفهموا كتير في الويذر، في الطقس بتاع الارض، علشان يساعدوا الناس. طيب بقول لك الاير بريشر والاير تمبريتشر والاير اند اير density decrease as we go from bottom to the top. وانا طالع لفوق التمبريتشر والبريشر والدنسيتي بتقل. حلو. يلا نحل الاكسرسايز على ليسون 1. choose the correct answer. نختار الاصفر ده. desert farming depends on the maximum use of A. زراعة الديزرت بتعتمد على أقصى استخدام لمين؟ للمية. At the top of mountain the atmospheric pressure، في التوب البريشر بيبقى ايه؟ قليل compared
and temperature برضو قليلة للبوتوم، يبقى في التوب lower. هو ده الكلام. The density of cold air is ايه؟ الكولد اعلى ولا اعلى؟ صح، اعلى من هوت، يبقى more than اهي. A rain shadow is an area that is formed behind a rain shadow. rain shadow هي منطقة خلف مين؟ خلف الماونتن. The side of coastal mountain ranges اللي هو السفح والجانب اللي بتاع الماونتن in which air move up when hitting a mountain is the A side while the other side. يبقى اللي كان مواجه الكوستال هو ده الويت، والناحية التانية كان دراي، يبقى ويت ودراي اهي. Right scientific term. A scientist who studies atmosphere to understand Earth's weather. مين؟ meteorologist. A side of mountain ranges at coastal regions that faces the coast. الرينجز اللي مواجه الكوست يبقى wet side. A side of mountain ranges at coastal region in which the rain shadow phenomena occur. ظل المطر في الويت ولا في دراي؟ لا في دراي. يبقى ادي عندي الجبل اهو، كان ده بيواجه الكوست وده ويت عشان عليه مطره كتيره. الجانب التاني ده اسمه الرين شادو. اسمه ايه؟ رين شادو اللي هي بيحصل عليها ظل المطر، ودي ده دايما بتبقى ايه؟ دراي. يبقى ده هيبقى ايه؟ دراي سايد. كده احنا خلصنا ليسون 1 بالحل عليه. اشوفكم ان شاء الله في حل اكسرسايز على ليسون 1. تابعوني ان شاء الله. كنت معاكم مستر محمد الشهاوي.